بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا وحبيبنا وأستاذنا وقدوتنا الشيخ محمد الأمين مصطفى أبو خبزة رحمه الله وأجزل مثوبته، أخ عزيز وصديق قديم من أيام الطفولة المبكرة. منذ 45 عاما التقينا في طريق الله واشتغلنا في سبيل الله في الدعوة إلى الله، فلم أرى منه إلى ما يمكن أن يرى التلميذ من أستاذه، قدوة في الخير، مبادرا إلى العمل، سباقا إلى قول الحق، لا تأخذوا في الله لمة لائم، محب للكتاب، مجتهد في الدراسة والتدريس. عرفته طالبا ثم أستاذا وعازبا ثم أبا وجدا وشابا ثم شيخا، فلم أرى فيه إلا الرجل نفسه الذي لم يتغير ولم يتبدل ولم يغير ولم يبدل منذ 45 عاما. تعرفه منابر مدينة تطوان يهز أعوادها، تعرفه الهيئات الخيرية والجمعيات الإنسانية الإغاثية التي أنشأها بنفسه ودأب على جمع الأموال لها. اسم على مسمى الأمين، وقد كان أمينا على أموال المتبرعين بخبزة، وقد كان خبزا للفقراء والأيتام والمساكين والأرامل، يشفق عليهم ويحدب عليهم. لم يتوانى قط في التدريس عن أن يحضر ولو مريضا ويدرس ولو مرهقا أو مشغولا. لم يغش حاشاه أبدا في تحضير درس أو في إعداد محاضرة. لم نعلم عنه إلا قول الحق، وإلا الصدق، وإلا المبادرة، وإلا التفاني والإخلاص. مات حيث نشأ ودفن في مدفن الأسرة، وكبر في حي شعبي، ولم يغير ولم يبدل، لا لما كان طالبا ولا لما صار أستاذا جامعيا ولا لما صار نائبا برلمان ولا لما عاد للدعوة. هو لم يغير ولم يبدل. نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويجزل مثوبته ويكرم متقبله ويجعله عنده في الصالحين، وأن يكرم المغرب هذا البلد المسلم الأصيل بأمثاله من الصادقين الطيبين الخيرين المخلصين، حتى يحموا بيضة هذا الدين ويصدوا كيد الكائدين، ويجمعنا به وبهم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين في الفردوس الأعلى بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.